السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة مباراة القمة هنحلل فيها أداء الزمالك والأهلي، ازاي الماتش ممكن يتلعب، نقاط القوة نقاط الضعف بتاع الفريقين. هنسترجع الخطة كده بتاعة الفريقين ونشوف ممكن يلعبوا ازاي، ونشوف مع بعض ايه نقاط الضعف اللي ممكن كل فرقة تضرب التاني منها، ونحط روشتة للاعب الزمالك ازاي نقدر نخطف 3 نقاط في المباراة. تمام، بداية هنشوف مع بعض خطة الفريقين هيلعبوا ازاي، ومين ممكن التشكيل اللي هيبدأ بيه الزمالك والأهلي. لو بدأنا بالزمالك، غالبا الزمالك بيلعب 4-2-3-1، بداية بمحمد صبحي، حسام عبد المجيد، ومحمد اسماعيل مساكين، والباك اليمين عمر جابر، والباك الشمال بنتايك. هلعب 2 في نص الملعب، دونجا وعبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، والوينجات بيتزيرا وادم كايد، والمهاجم عدي الدباخ. بالنسبة للأهلي برضو 4-3-3، مش مختلفة كتير. هيلعب الشناوي، الاتنين المساكين غالبا هيبقى ياسين مرعي وياسر إبراهيم، ويمين محمد هاني، وشمال بنسبة كبيرة هيبقى مصطفى العش. الرقم 6 هيبقى مروان مع محمد بن رمضان، وممكن يبقى تريزيجيه معاهم بن شرقي، وإذا كان زيزو بقى لو رجع، أو ممكن يلعب حسين الشحات، وقدامهم أعتقد يعني إن هو هيبدأ بجراديشار. ده تقريبا ممكن تبقى خطة، او ممكن يسحب بن شرقي ويلعب تريزيجيه هو الوينج، ويحط جنب مروان عشان يأمن ديانج. مش هتخرج التشكيلة عن كده اعتقد في الفرقتين. بالنسبة للزمالك لو بدأنا، افضل حاجة احنا شايفينها ان يبقى، يعني احنا كنا دايما بنقول ادم كايد ما يلعبش في الوينج، بس الماتش ده ممكن يبقى هو افضل خيار. ليه؟ لان احنا شفنا شيكو بانزا لما بيلعب بيبقى مفيش مساندة دفاعية خالص. وينجات الاهلي طبعا مصدر خطورة، فلازم يبقى الوينج بيرجع يغطي مع الباك الشمال اللي هو بنتايج، وبرضو ان هو بيعمل كثافة في نص الملعب لان هو بيرجع يضم لجوه، وبيعمل كثافة في نص الملعب مع ال3 لعيبة اللي موجودة في نص الملعب، اذا كان عبد الله ودونجا وناصر ماهر، عشان يغطي الزيادة العددية. وفي حالة الضغط العالي اللي احنا بنعمله برضو يساعد ويساند، وما يخليناش ان احنا ندخل برضو بدونجا في الضغط العالي بتاعنا، ونسيب فراغات في المنطقة دي يلعب فيها تريزيجيه ويسبب خطورة على الزمالك. فدي اول حاجة احنا بنفكر فيها في المباراة بتاعت الاهلي والزمالك. تاني نقطة، في نقطة ظهرت بشكل كبير جدا في الماتشات اللي فاتت وتسببت في هدفين، ماتش وادي دجلة وماتش اللي فات ماتش الجونة، هدف التعادل. سرحان حسام عبد المجيد، كل الفرق بتلعب علينا بانها بتعمل ضغط علينا من الناحية دي، فبتأدي ان بيتسحب حسام عبد المجيد في ناحية الشمال مع الباك الشمال بتاعنا، وبنسيب فراغات في النص بيخش منها الوينج او لعيب رقم 10 بيهدف علينا. فدي حصلت في ماتش الوادي دجلة، وحصلت ماتش اللي فات في مباراة الجونة. فدي بنحذر منها، لان في حالة ان في كثافة عددية هنا بيرجع يغطي دونجا وادم كايد، وحسام عبد المجيد يفضل متمركز في مكانه، عشان ما نعملش نفس الفراغ اللي حصل في المباراة اللي فاتت وفي مباراة وادي دجلة، والفرق بتستغلها علينا بشكل كبير. برضو الاهلي في مشكلة ان كل اللعيبة في المنطقة اللي قدام عندهم فردية، فما بيلعبوش بشكل جماعي مع بعض، كله عايز يهدف، كله عايز هو اللي يجيب الجون.
فدي بتؤدي الى ان الفرص بتضيع طبعا، ومبيبقاش في شكل جماعي. ففي حالة ان انت عملت ضغط عالي ممكن تخطف منهم الكورة وتبدأ تعمل هجمات مرتدة بشكل خطير على النادي الاهلي، وده اللي بيحصل في معظم ماتشاتهم. برضو من مشاكل الاهلي الكرات العرضية، الكورنرات او الفاولات اللي حوالين منطقة الجزاء بتبقى خطيرة بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. خلال المباراة برضو هنحتاج عبد الله السعيد يبقى هو اللي بيخرجنا بالكورة، وبيطلع الفرقة من المنطقة اللي تحت زي ما كان بيعمل في الماتشات اللي فاتت. فوقان عبد الله وناصر ماهر في الملعب بيبقى بيدي أفضلية للزمالك دايما. ناصر ماهر محتاج انه زي في ماتش المصري كده يبدأ يعمل هجمات خطرة مع آدم كايد من الناحية الشمال، ويضم معهم عدي الدباغ. عدي الماتش اللي فات كان عنده ميزة انه كان بيرجع بيستلم وبيساعد في بناء الهجمة. ده برضو يعني ممكن ما نحتاجوش في الماتش زي ده، لان هيبقى فيه مساحات فمش محتاجينه انه هو يرجع ورا زي ما كان بيعمل، لكن يبقى موجود في المنطقة اللي قدام ويعتمد على الجناحات بتاعتنا. طبعا اهم حاجة اللي هو مفتاح لعبنا ان احنا نبدأ نبني الهجمة، ونبني الهجمة بتاعتنا من الناحية الشمال، ونبدأ نلعبها للناحية التانية لخوان بيتزيرا، نعمل له مساحات يقدر يخش فيها وممكن يجيب لنا ضربة جزاء او يخش يقطم لجوه ويسدد. طبعا لازم يشتغل على التسديد بتاعه بشكل افضل من كده، لانها جات له كذا فرصة لكن التسديد مش افضل حاجة، هي دي النقطة اللي بتنقصه في طريقة لعبه. لكن بصراحة مراوغاته وهو اللي بيطلع بالفرقة لقدام هو اكتر واحد بيفيدنا. وبرضه ممكن نستغله لما نيجي نبني الهجمة من ناحيته ان هو يضم لجوه ويلعب الكرات العكسية لعدي الدباغ ونستغلها. اخر حاجة اتكلم فيها للزمالك الضربات الركنية. كنا لسه بنتكلم ان الاهلي عنده مشكلة في الضربات الركنية ممكن نستغلها لكن احنا مشكلتنا ان احنا ما بنستغلهاش من اول الموسم، ما بنلعبهاش بافضل شكل، مع ان احنا عندنا حسام عبد المجيد وعندنا عدي وعندنا محمد اسماعيل. فمفروض ان الضربات الركنية تبقى خطرة بشكل افضل من كده. ده كان من ناحية الزمالك. بالنسبة للاهلي طبعا عنده حلول كتير، عنده محمد بن رمضان على الناحية التانية زي عبد الله السعيد بيحرك الفرقة لما بيبقى فايق، بيروح يضم مع تريزيجيه طبعا برضو من مفاتيح اللعب القوية. والناحية التانية لو كان زيزو هيبقى اعتماد بشكل كبير على العرضيات، لو كان حسين الشحات هيبقى زي تريزيجيه بيضم برضو ويحاول يخلق فرص من المراوغات. فالاهلي عنده حلوله طبعا في اللعيبة الثلاثة اللي تحت المهاجم، وطبعا جراديشار لعيب بيعرف يقف على الكرة كويس ويلعب الونجات اللي حواليه. فالاهلي هيبقى اعتماده اعتماد كلي على الونجات، في حالة برضو لو في بن شرقي مراوغ جيد وبيعرف يدخل في المساحات الفاضية، فدي ممكن طبعا تبقى خطر على الزمالك. ده الشكل اللي اعتقد اللي هيبدأ بيه الفرقتين، وممكن يضربوا بعض من ناحيته. ما اعتقدش ان احنا في حاجة نسينا نقولها، غطينا كل نقاط الضعف الفريقين ونقاط القوة اللي ممكن يستغلها كل فريق من الفرقتين. ده كان كل اللي معانا النهاردة بخصوص ماتش القمة. اتمنى ما كنتش طولت عليكم وقدرت اشرح لكم الماتش ممكن يمشي ازاي. هنتقابل في المباراة القادمة ان شاء الله. شكرا.